موجز الأنباء من المسار نيوز. أهم عناوين الأخبار: البرهان يشكل لجنة لمكافحة انتشار المخدرات. دجلو يصف معسكرات النازحين بأنها مهدد للأمن. والي القضارف يصرح: نسعى لخلق بيئة قانونية حامية للأطفال. أردول يشيد بشركاء قطاع المعادن في تحقيق أعلى إنتاجية للذهب. وإليكم تفاصيل الأخبار. أعلن رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عن حملة لمكافحة المخدرات، وشكل لجنة تضم وزراء الداخلية والدفاع والتربية والتعليم العالي وجهاز الأمن والمخابرات الوطني، إلى جانب اللجنة الوطنية والجهات ذات الصلة، ووجه بأن يستمر عمل اللجنة طيلة هذا العام. واتهم البرهان بعض المنظمات بدعم انتشار المخدرات عن طريق دعمها لبعض المجموعات الشبابية تحت ستار دعم الديمقراطية على حد تعبيره. وقال البرهان في اجتماع بالقيادة العامة أن المنظمات تدعم جهات استغلت الدعم في نشر المخدرات تحت ستار دعم منظمات المجتمع المدني. وشدد البرهان على ضرورة مجابهة المخدرات دون تراخي، منوها إلى أن الإمكانيات متوفرة وكذلك الأجسام التي تنفذ المهمة. حذر نائب رئيس مجلس السيادة قائد قوات الدعم السريع من التهديدات الكبيرة التي ظلت تشكلها بعض معسكرات النازحين على الأمن والاستقرار بولاية دارفور، وأكد أن هناك ممارسات شنيعة يمارسها بعض المتفلتين داخل المعسكرات مثل القتل والتعذيب. وكشف أن هناك شخصا يدعى يعقوب فري ظل يمارس عمليات القتل ودفن ضحاياه داخل المعسكر، وتهديد كل من يتحدث أو يعترض بالقتل والسحل، مشيرا إلى أن معظم الأحداث القبلية التي وقعت بدارفور ثبت خلالها ضلوع متفلتين والاحتماء بالمعسكرات. وأوضح أن أحداث دالينج الأخيرة شهدت عمليات إطلاق نار من أسلحة دوشكا ورشاشات ضد المواطنين الأبرياء، مطالبا بوضع حد لتلك التصرفات حتى لا تؤثر على السلم والأمن في الإقليم. طالب والي القضارف المكلف الأستاذ محمد عبد الرحمن محجوب بتحريك المجتمع وتعزيز اهتمامه بمعالجة قضايا الأطفال وإيصال الخدمات لهم وصولا للطفولة الآمنة. جاء ذلك لدى مخاطبته صباح اليوم بمجلس رعاية الطفولة بالولاية فعاليات الورشة التدريبية حول الإحالة خارج النظام القضائي، والتي نظمها المجلس بالتعاون مع المجلس القومي لرعاية وصندوق الأمم المتحدة للسكان. ودعا الوالي إلى ضرورة تعريف المجتمع بالقوانين المرتبطة بشريحة الأطفال وحقوقهم في المحاور المختلفة للحد من الانتهاكات التي تمارس ضد هذه الشريحة، موجها المؤسسات الاجتماعية للعب المزيد من الأدوار اتجاه قضايا الطفولة وتكوين مجالس لرعايتهم بجميع المحليات. أعرب المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة مبارك عبد الرحمن أردول عن سعادته بتحقيق أعلى إنتاجية للذهب في تاريخ قطاع المعادن للسودان في العام 2022 للميلاد، والتي بلغت 18 طنا و637 كيلو جراما من إنتاج القطاع المنظم من شركات الامتياز وشركات معالجة مخلفات التعدين التقليدي. وأرجع أردول هذه الطفرة في الإنتاجية إلى الجهود الكبيرة التي ظل يبذلها العاملون بشركة الموارد المعدنية، مسنودين بدعم وزارة المعادن التي قال إنها هيأت مناخا خلق كثيرا من التناغم بين شركاء القطاع، مرسلا في هذا الصدد تهانيه لشركات الامتياز وشركات معالجة مخلفات التعدين التقليدي، بالإضافة إلى الأجهزة الأمنية العاملة في القطاع، وإلى أصحاب المصلحة من المجتمعات المحلية والحكومات المحلية والولائية. وتوقع أردول أن يستمر التطور في قطاع المعادن خلال العام الجاري 2023 للميلاد، بما يحقق طموحات وتطلعات الشعب السوداني في تحسين المعاش وانتعاش الاقتصاد. نشرتنا مستمرة، نوافيها بعد فاصل قصير.
وزير البنى التحتية بنهر النيل يؤكد متابعتهم لمشاريع التنمية بالولاية. وظائف شاغرة للمعلمين بوزارة التربية والتعليم بالخرطوم. الآن مع الفاصل الإعلاني. مؤسسة المسار، إعلانك بالمسار نحو أقصى حدود الانتشار. قنواتنا هي المسار نيوز، والمسار إنجليزي، والمسار وادي النيل، والمسار الرياضية، والمسار ميكس، بالإضافة لتطبيقنا على جوجل بلاي أو مجموعات الواتساب ووسائل التواصل الأخرى. أنت على موعد مع مليون من المتابعين والمتلقين، بحيث تزدهر الأعمال وتتحقق الآمال. المسار، منصة الانتشار نحو المزيد من العملاء. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على مكتبنا في السودان على الأرقام التالية، أو مكتبنا في مصر على الرقم ده، أو عن طريق موقعنا www.elmasarnews.com أو www.elmasarenglish.com. مجموعة المسار، منبر لمن لا منبر له. مستمعينا، عدنا إليكم من جديد. أكد المهندس المعتصم الطاهر محمد علي وزير البنى التحتية والتنمية العمرانية المكلف بولاية نهر النيل متابعتهم اللصيقة لكافة مشاريع البنى التحتية والتنمية بالولاية. جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية اليوم، والتي وقف من خلالها على سير العمل في شارع الدكاترة وكوبري خليوة، والتي رافقوا خلالها مهندسو إدارة الطرق والجسور بالوزارة والعاملون في الشركة المنفذة لمشروعي شارع الدكاترة وكوبري خليوة بمحلية عطبرة. وأشاد المهندس المعتصم وزير البنى التحتية بحجم العمل، داعيا الشركة لمضاعفة الفرق العاملة في أعمال الباركينات بالكريستون والإنترلوك، وذلك للانتهاء من العمل في فترة وجيزة، مشيرا إلى أهمية الشارع وحيويته وارتباطه براحة المواطن، مؤكدا متابعتهم ودفعهم للعمل حتى يكتمل بصورة جيدة. أعلنت لجنة الاختيار للخدمة المدنية بولاية الخرطوم عن وظائف معلمين شاغرة بوزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم لمرحلة الأساس والتعليم قبل المدرسي وابتدائي ومتوسط وتعليم كبار وتربية خاصة وتعليم ديني بمدارس الولاية الريفية والطرفية لحملة البكالوريوس في التربية في كل التخصصات. واشترطت اللجنة على المتقدمين لهذه الوظائف إحضار صورة من الشهادة الجامعية موثقة من التعليم العالي، وصورة من شهادة مجلس المهن التربوية، وكتابة رقم الهاتف والسكن ونوع الإعاقة إن وجدت على صورة الشهادة الجامعية. كما تشترط لجنة الاختيار ألا يكون المتقدم قد سبق اختياره من قبل بأي مرفق حكومي اتحادي كان أم ولائي. ويبدأ التقديم يوم الأحد الموافق 22 يناير 2023 وينتهي يوم الخميس الموافق 26 يناير 2023 بمباني لجنة الاختيار بولاية الخرطوم، جنوب رئاسة الجمارك وغرب كلية الصحة وشرق كوبري الحرية، وستحدد المعاينات لاحقا. الآن ننتقل إلى أهم عناوين كتاب الرأي للمسار نيوز، وفيها الآتي: الأستاذ ياسر الفدني يكتب في خشم البعشوم:
الأستاذ محمد المعتصم يكتب: إجلاء قوات المرتزقة الأفارقة من بلادنا فورا. الأستاذة نجاة الحاج تكتب: تهديدات الناظر ترك. الآن مع الأخبار العالمية. بداية الموجز الأخباري هذا المساء من المسار نيوز، وإليكم أهم العناوين. إلى القاهرة: السيسي يتدخل في أزمة البضائع في الموانئ المصرية. وإلى مصر مجددا: ما ينفعش تكمل معانا، نائبان يطالبان بإقالة وزير التموين المصري. مباشرة إلى نيجيريا: 4 قتلى بانفجار سيارة مفخخة استهدفت موكبا جنوب شرقي نيجيريا. ليبيا: اشتباكات مسلحة في العجيلات والسلطات تعلق الدراسة حتى إشعار آخر. وإليكم التفاصيل. أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع مؤشرات الأداء المالي للدولة ونشاط قطاعي الجمارك والضرائب. طالب نائبان بالبرلمان المصري خلال جلسة عامة لمجلس النواب يوم الثلاثاء بإقالة أو استقالة وزير التموين علي المصلحي. أعلنت السلطات النيجيرية مقتل 4 من رجال الأمن بانفجار سيارة مفخخة استهدفت مسؤولا حكوميا سابقا جنوب شرقي نيجيريا. شهدت مدينة العجيلات غرب ليبيا يوم الثلاثاء اشتباكات مسلحة بين ميليشيات متنافسة، مما دفع السلطات إلى تعليق الدراسة في المدينة حتى إشعار آخر. وننتقل مباشرة إلى الأخبار الرياضية. المنتخب الوطني السوداني يواجه اليوم نظيره الأوغندي وديا بتونس قبل السفر إلى الجزائر. الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يجتمع من أجل حسم مستقبل بطولة أفريقيا للمحليين المهددة بأن تكون نسخة الجزائر الأخيرة، واقتراحات من عدة اتحادات بقية استمرارها مع إضافة تعديلات تسمح بمشاركة اللاعبين المحترفين داخل القارة، في حين اقتراح الاتحاد المغربي تخصيص المنافسة للاعبين تحت 23 عاما. وعانت بطولة المحليين من غياب الاهتمام لدى العديد من الاتحادات القارية على قرار جمهورية مصر التي تعد أحد أبرز أعضاء الكاف. آخر الأخبار الرياضية لهذا المساء: بعدما تعاقد معه ليفربول نحو 100 مليون يورو، داروين نوينز يصبح أكثر اللاعبين إهدارا للفرص السهلة بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 16 فرصة. للاطلاع على مزيد من تفاصيل الأخبار تابعونا على ويب سايت المسار نيوز، أو على موقعنا على جوجل بلاي، أو راسلونا على رقمنا على الواتساب، أو تابعونا على صفحاتنا الخاصة بمجموعة المسار على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتليجرام، أو على قناتنا على اليوتيوب. نشكركم على متابعة هذا الموجز أينما كنتم. طابت أوقاتكم بكل خير. مستمعينا الأعزاء، كان معكم على موجز الأنباء وفاء جمربوبة. سمية إسماعيل. نهاية الموجز الأخباري، تقبلوا تحيات آية الغاز كشان وتحايا الفريق العامل. في أمان الله.